صباح الفل على كل متابعيني اللي بيتابعوني والناس اللي لسه اول مره تشوفني. انا عندي قناه جديده اسمها يوميات دودي في النرويج. فالنهارده انا قررت اصحى الصبح بعد ما الولاد راحوا المدرسه والجو شويه مغيم بره وبيمطر، فقررت اعمل فطار كده لذيذ وفي نفس الوقت سخن وحلو ويدي طاقه وباور. قررت النهارده اعمل وافل بالشوكولاته، فخليكم معايا كده ونحضر الوافل سوا ونشوف هنعمل ايه. تمام. اول حاجه انا بجيب الطبق ماشي، وبجيب الوافل ده بنشتريه جاهز من عندنا. تمام. يا دوبك بس بحط له ميه وزبده، بحط شويه منه كده زي ما انتم شايفين، شويه صغيرين على قد الوحدات اللي انا هعملها من الوافل. تمام اهوت. تمام. وبضيف ليه الزبده زي ما انتم شايفين اهوت. تمام. وبتنيني بقى اقلب فيه كده لغايه لما الزبده تتجانس مع مع بودره الوافل اهوت. تمام. وبعد كده ببدا بقى ازود ميه شويه بشويه لغايه لما يديني القوام اللي انا عايزاه. مش عايزاه خفيف ولا عايزاه تقيل قوي، عايزاه قوامه يبقى معقول اهوت. خليني اقلب اهوت. لا لسه العجينه تقيله، محتاجه شويه كمان اهوت. شاركوني بتحبوا تفطروا الصبح وايه اكتر حاجه بتحبوا تاكلوها. عايزه اقول لكم ان الوافل ده لذيذ ومغذي للاطفال، وكمان احنا هنضيف عليه فاكهه عشان نزود السعرات بتاعته. خليكم معايا لسه برضه محتاج ميه شويه كده تقريبا تكون خلاص كده مش هنحتاج ميه تاني. مبسوطه اني معاكم، ويا ريت تدخلوا تشوفوا القناه بتاعتي، هتلاقوا فيها حاجات حلوه كتير هتعجبكم، ولسه هنعمل حاجات كتير برضو حلوه، وهنشوف اماكن برضو كتير حلوه، وهنعمل يوميات ان شاء الله تكونوا مبسوطين بيه. نعم. طيب يا حبيبتي ثواني اهوت. خلاص هو كده جاهز اهوت. ده بيكون القوام بتاعه مش خفيف قوي ومش تقيل. تمام. المفترض ان احنا بقى بنعمل ايه، بنجيب مكنه الوافل، تكون مكنه الوافل اهي. تمام. نفتحها كده، بنشغل الفيشه هي كده خلاص، نخليها على اعلى درجه حراره. بعدين بصب الوافل ده هنا كده، هحاول اجيب لكم قدام الكاميرا عشان تبقوا شايفين كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. وهنا برضو بنحاول ما بنكترش عشان ما يطلعش بره الماكينه. تمام اهوت. نحاول نسويه كده زي ما انتم شايفين اهو، ده شكله. بس بنغطي الماكينه كده. تمام. وبنسيبه بقى يستوي. شويه طلعوا عشان انا كترت شويه العجينه في الماكينه. تمام. على ما الوافل بقى يستوي نحضر الحشوات اللي هنحشيها بيها. حبيبتي ثواني. خديها يا نورة، روحي العبي. خديها. عندنا اهوت نوتيلا. تمام. انا عارفه ان هي مقاطعه لكن احنا ما عندناش بديل هنا للنوتيلا نقدر نستخدمه يعني، فبضطر اجيبها فهنستعملها. وكمان بناخد الفراوله. تمام. وكمان هنزود معاها موز. تمام. ده بيدي قيمه غذائيه عاليه عشان الاطفال. هنستنى بقى الوافل يطلع وبعدين نزوقه. دلوقتي الوافل استوى، هنطلعه عشان نزوقه معاكم.
بيبقى ساعات فيه زيادات فنشيلها. تمام، اهوت ده بيبقى شكله تمام. بس نبدأ بقى نحط له طبقة شوكولاتة زي ما انتم شايفين كده اهوت. كمان نشغل بقى الكاتل نعمل كوباية شاي. عايزة اقول لكم فطار سخن وبيدي طاقة وباور على الصبح ولذيذ قوي ومغذي، والاطفال كمان هتحبه. ممكن نعملها لهم كده كمكافأة يعني على حاجة حلوة عملوها، هيحبوها قوي. اهوت لازم اغطيه كله بطبقة الشوكولاتة. تمام اهوت. طيب حاضر ثواني بس، وبننزل بقى بالفراولة. نورة خليكي معايا ثواني وانا هفضلك. طيب انا بصي حط الفراولة والموز وخلاص ماشي. حاضر جايلك اهو. تمام، هي دي الفراولة اهي بعد ما حطيناها. تمام، ممكن بقى كمان نجيب موز عشان ايه نعلي القيمة الغذائية بتاعته اكتر. اهوت برضو نحط موز هنا. الالوان تحفة بقى، الاحمر مع الابيض، حاجة شكلها حلو قوي يعني، تفتح النفس بصراحة. اهوت بيكون بالشكل ده كده. تمام، يا رب يكون يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. بس ونعمل بقى شاي اساسي عشان الصبح لازم نفوق. كده يبقى الفطار عندنا جهز اهوت، والشاي بالهنا والشفا ليكوا وليا. تمام، اتمنى الوصفه البسيطه دي تكون عجبتكم، وان شاء الله في وصفات تانية حلوه كتير هنعملها مع بعض. وان شاء الله اتمنى انتوا تدخلوا عندي القناه وتدعموني وتشتركوا في القناه بتاعتي وتبعتوها لاصحابكم، عشان هنعمل حاجات كتير قوي مع بعض وهنشوف اماكن كتير حلوه قوي مع بعض. واتمنى اسمع رايكم في الكومنتات، وكمان اعرف انتوا بتفطروا ايه وايه اكتر فطار بتحبوا تفطروه انتوا واطفالكم. دمتم سالمين وفي سعاده، اشوفكم على خير، مع السلامه.